مرحبا بكم جميعا طلاب السادس الأدبي. اليوم جبت لكم أسئلة مادة اللغة العربية 2026 الدور الأول، وكذلك الأجوبة. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة لا تنسوا الاشتراك بهذه القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. السؤال الأول، الإجابة عن 5 أفرع ولكل فرع درجتين. ألف، قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عين فاعل المدح وبين صورته. باء، قال الشاعر: لا عيب فيه غير إنه يميته تبقي بأغصان الرماح ذبولا. ما نوع لا وكيف تعرب ما بعدها؟ قال المتنبي. دال فرع جيم، قال المتنبي: وللشر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. ما أثر حذف ما فوق الخط؟ دال قال قيس ابن الخطيم: وبعض خلائق الأقوام داء كداء الكشح ليس له شفاء. اجعل الشطر الأول مؤكد بالقصر بطريقتين. ها، قال المتنبي: تمر بك الأبطال كل ما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. صغ جملة استفهامية يكون ما فوق الخط جوابا لها. واو، كان العربي رحالا بطبعه. تعجب قياسي بالصيغة الفعلية مع ذكر القاعدة. زاي، قال عنتر بن شداد: سائلي يا عبيل عني خبيرا وشجاعا قد شيبته الحروب. ماذا نسمي الأسلوب الذي تحته خط وما دلالة أداته الواردة؟ الإجابة مع السؤال الأول. هذا بالنسبة للفرع ألف، إجابته واضحة قدامكم. كذلك فرع باء، هاي إجابته واضحة قدامكم. جيم، هاء، واو، هذا هو الإجابة واضحة قدامكم. ننتقل إلى السؤال الثاني. ألف، قال أبو العلاء المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لا بما لا تستطيع الأوائل. عين التوكيد ذاكرا طريقته. باء، أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، قال حسان بن ثابت: بلى إن فقدان الحبيب بليلة وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. ما نوع كم؟ اجعلها من النوع الآخر واعربها بعد التغيير. ثانيا، قال ابن زريق البغدادي: قد وزع الله بين الخلق رزقهم. 1، انفي ما تحته خط بأداة نفي مناسبة. 2، اجعل رزقهم جوابا لجملة استفهامية بأداة استفهام مناسبة. السؤال الثاني، الأولى هذا حلها، والثانية هذا حلها. النقطة الثانية إن توكيد بالحروف، هذا حلها. ننتقل إلى فرع جيم. أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، مثل بجملة تكون فيها عسى تامة. 2، الساعة ساعة صبر. انفي الجملة بأداة نفي مناسبة. ثانيا، قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ورد في النص اسمان للاستفهام. عما يسأل الاسم الأول وماذا يفيد وما موقعه الإعرابي؟ الإجابة راح تكون قدامكم. عسى أن يرحمنا الله، هذا فرع جيم. ثانيا، أيان يسأل عن المستقبل يفيد الزمان، يعرف في محل رفع خبر مقدم وجوبا. ننتقل إلى السؤال الثالث. فرع ألف، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورد النفي بالأداة ذاتها مرتين في النص القرآن الكريم. أتجد فرقا في قوته؟ وضح ذلك. باء، قال الشاعر: هل لا تفاخر يا فتى وتباهي يوما بموطنك العزيز الباهي. سم الطلب الذي خرجت إليه الأداة معللا. جيم، أجب عن 3 فقط لكل فرع درجتان. 1، ما الفرق بين قولنا متى كانت جرأتك وقولنا متى كنت ذا جراءة؟ 2، قال المقنع الكندي: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. عين التقديم مبينا حكمة. 3،
أحب بغداد والمقام فيها، تعجب سماعي بطريقة الاستغاثة. 4 ما نوع ما تحته خط؟ أولا قال النابغة: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلى يدي. ثانيا قال أبو فراس الحمداني: لما أتاني رسول منك يبلغني إن اللقاء قريب فاضت المقل. السؤال الثالث هذا راح يكون جوابه. هذا جواب سؤال الثالث فرع ألف، فرع باء، فرع جيم، النقطة الأولى والنقطة الثانية وكذلك النقطة الثالثة أو الرابعة أولا وثانيا، لأن الرابعة بها نقطتين. ننتقل إلى السؤال الرابع من الأدب والنصوص. قال الشاعر الشاعر أصبح من أبرز الشعراء الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن، وقد أحب وطنه، فمن هو؟ وما عنوان قصيدته؟ اكتب له مما حفظت مقطعا شعريا واحدا. هذا فرع ألف، هو الشاعر محمود درويش. عنوان قصيدته يوميات جرح فلسطين، وهاي قصيدته. ننتقل إلى الفرع باء. أجب عن أولا أو ثانيا. ما أثر ثورة 20 في فن الخطاب؟ 2. علل تصميم الإمام الحسين عليه السلام إلى إمضاء أمر الله في مسرحية ثانية يجيء الحسين. الجواب سؤال الرابع فرع باء ثانيا، هذا إجابته. فرع جيم. 1. ما الذي أثر في فكرة علي الشرقي لتقبل الثقافات المعاصرة؟ 2. ما معنى كلمة الصارم؟ هذا السؤال الرابع فرع جيم، هاي النقطة الأولى، هاي جوابه. كانت له تطلعات لآفاق جديدة في بواكير شبابه قادته إلى تقبل الثقافات المعاصرة في البلاد العربية، فضلا عن إسفاره إلى دول الخليج والحجاز وسوريا ولبنان التي أثرت في شعره بصورة جديدة مبتكرة ومعاني مستحدثة. معنى الصارم اسم من أسماء السيف. ننتقل إلى السؤال الخامس. انسب 3 من المؤلفات الأدبية إلى أصحابها: منزل الأقنان، النخلة والجيران، أمام الباب المغلق، وجواهر الكلام، أنا وهواك خلف الباب. باء اعطي تعليلا أدبيا ل2 مما يأتي. ألف فؤاد التكرلي قصص والروايات بأسلوب إبداعي متميز. 2. تطورت الخطابة بعد مجيء الإسلام. 3. السنة التي دخل فيها نابليون بونابرت مصر تعد بداية للأدب العربي الحديث. جيم. كيف كانت اللغة الشعرية عند الجواهري؟ السؤال الخامس راح يكون هذا جوابه. هذا فرع ألف. منزل أقنان بدر شاكر السياب، النخلة والجيران، أمام الباب المغلق، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وأنا وهواك. سؤال الخامس باء أولا، سؤال الخامس باء ثانيا، أو سؤال الخامس جيم. هاي هي أجوبة السؤال الخامس، كيف كانت لغة الشعرية عند الجواهري. ننتقل إلى السؤال السادس. ألف شاعر بقي وثيق الصلة بالتراث العربي القديم، وكانت أغلب موضوعاته الشعرية ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة. من هو وما عنوان قصيدته؟ اكتب مما حفظت له من قوله فلم نزل إلى نهاية النص المطلوب. هذا هو الشاعر حافظ إبراهيم. عنوان قصيدته حسرة على ما فات، أو على فائت. هاي القصيدة المطلوبة. السؤال السادس فرع باء. أجب عن أولا أو ثانيا. أولا بما قدم الحبوبي موشحته وبماذا بين فيها؟ 2. ما الفكرة الرئيسية لمقالة الطاهر؟ جيم. أعطي إجابة أدبية ل2 فقط. 1. بما تمتاز الرواية التاريخية؟ 2. متى ظهرت مدرسة الشعر الحر وماذا تمثل؟ 3. ما تأثير حب الشاعر ميخائيل نعيمة للطبيعة والتأمل؟ 4. وفق أي مدرسة كتب أودينيس قصيدته وعلى أي بحر نظمها؟ السؤال السادس فرع باء راح تكون هاي إجابته، النقطة الثانية. هاي إجابة السؤال السادس. الفكرة الرئيسية لمقالة الطاهر بيان زيف بعض
مدعي التجديد ممن يركبون هذه الموجة بغية تحقيق المجد الشخصي والشهرة على حساب الحقيقة، وهم إنما يلجؤون أولا إلى الهزء بالقيم والدعوة إلى تركه وتشويهه. جواب سؤال السادس فرع جيم. أولا طبعا بما تمتاز الرواية التاريخية، هاي 3 نقاط. وهاي ثانيا متى ظهرت مدرسة الشعر الحر وماذا تمثل؟ ظهرت في نهاية الأربعينات من القرن العشرين، تمثل رواية الشعر الرؤية الشعرية والفنية التي يبحث عنها جيل ما بعد الحرب. هاي النقاط هم أيضا يتعددونهن. وهذا فرع جيم. النقطة الثالثة ما تأثير حب الشاعر ميخائيل نعيمة للطبيعة والتأمل. ننتقل إلى سؤال السابع. من هم أو من أهم الأدباء والشعراء العرب الذين حافظوا على هيكل القصيدة التقليدية وأولوا الاهتمام بحسن الاستهلال؟ 2 أو باء من خصائص الواقعية النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه ووضح ذلك. جيم ما المقصود بالاعتماد على الحقيقة؟ اذكر 4 من خصائص الكلاسيكية. د ما أبرز خصائص اللغة عند الرومانسيين؟ هذا هو سؤال السابع. النقطة الأولى. جواب سؤال السادس هذا فرع باء، وهذا فرع جيم. هذا باء النزول إلى الواقع طبعا شنو الباء؟ هو من خصائص الواقعية النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي ووضح ذلك. الارتباط الإنسان في محيطه البيئي وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي. جيم ما المقصود بالاعتماد على الحقيقة؟ يعني الاقتراب من الواقع وابتعاد من نزوات الخيال والوهم. أما آخر شيء بماذا أو ما أبرز خصائص اللغة عند الرومانسيين؟ امتازت لغة الرومانسيين بسهولة وحداثتها وبساطة مقارنة بلغة الكلاسيكيين الرفيعة الجزلة. عندك آخر شيء الإنشاء عليه 25. سؤال 8. بتعبير أدبي قويم ولسان عربي سليم اكتب في أحد الموضوعين. قال الشاعر: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، من غير الممكن أن يحيا المرء بعيدا عن الواقع الذي يحتاج إلى التسامح. 2. قال الشاعر: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا. الاعتذار أدب وخصلة حميدة، وهو ارتقاء بالنفس وبرهان وصدق للقلوب الحية. عن الاعتذار. لهنا نكمل أسئلة 2026 للفرع الأدبي.